عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا الزبادي البيتي. هنعمله بقى بالطريقة التانية اللي هي نعمله في مكانة الزبادي، مش الطريقة اللي هي العادية. طبعا انا كنت الاول بعمله في صينية في الفرن وكده، بس لقيت طبعا مكنة الزبادي دي سهلت عليا وريحتني، فحبيت بقى اوريها لكم واوريك الاول مكنة الزبادي ونرجع بقى نعمل مع بعضينا الزبادي. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الغطا بتاعها ده من الباغ اهو، وهي فيها 8 كوبايات، 4 غطيانهم باللون الاحمر و4 غطيانهم باللون الابيض. طبعا حجم الكوبايه بصراحه مناسب جدا، والغطا ده بلاستيك. الغطيان دي طبعا عاملينها عشان اما نعمل الزبادي نيجي نشيلها في التلاجة، بنغطيها طبعا بالغطيان دي فما تلقطش ريحه من الاكل اللي في التلاجة وكده. هي طبعا ما فيهاش زراير ولا فيها زراير ولا اي حاجه خالص. هوريها لكم. نطلع كوبايات كده، زي ما يكون كلها من بلاستيك اهي. هي خفيفه بصراحه، انا مش عارفه هو ده بلاستيك ولا ايه. هي ما فيهاش زراير زي ما قلت لكم اهي. فيها بقى اللمبه دي، هي دي اللي بتعرفنا ان هي كده شغاله. اما بنحط الفيشه في الكهرباء مش بنظبط حراره فيها ولا اي حاجه خالص. هي على فكره مش بتستهلك كهرباء كتير ولا حاجه. هي المفروض ان الزبادي بيقعد 8 ساعات فيها، بس انا بصراحه ما قعدش معايا 8 ساعات، قعد اقل من كده. والمكان ده عاملينه كده للفيشه، ندخل الفيشه فيها هنا اهو كده اهو اهي. هي بصراحه عجبتني قوي. تعالوا بقى نعمل مع بعضينا الزبادي فيها ونشوف بقى هيطلع معانا ازاي. عندنا هنا يا جماعه حوالي كيلو لبن وكوبايه زبادي، يعني علبه زبادي اي نوع، يعني مش شرط النوع ده. وعندنا طبق بقى هنا هنحط فيه الزبادي. نفتح بقى الزبادي. اهم حاجه يا جماعه ان احنا ننعم الزبادي كويس، يعني هنضربها كويس كده بالمعلقه، ميبقاش فيها كلاكيع. نقلبها كده، ننعمها كده، وناخد حبه بقى من اللبن. اللبن طبعا انا غلياه وسبته بقى درجه حرارته هاديه، يعني مش يعني دافي بس. هناخد بقى شويه كده، معلقتين كده. اهم حاجه اللبن ما يبقاش سخن قوي، يعني يبقى دافي خفيف. ناخد معلقتين كمان. اهم حاجه زي ما قلت لكم اننا ننعم الزبادي كده واحنا بنقلبه عشان يطلع معانا ناجح ويطلع ناعم كده، ما يبقاش فيه كلاكيع. في ناس بتضربه في الخلاط، بس لو ضربناه في الخلاط هيبقى عامل فقاقيع كده على وش الزبادي. اهم حاجه كمان يكون اللبن بتاعنا يكون لبن جمسي، اللي هو اللبن الدسم، عشان الزبادي تطلع معانا فيها وش وتطلع معانا جميله. بس كده هننزل بقى بالزبادي هنا ونقلب. بس كده ونجيب بقى كبشه. وبعد ما جهزنا كوبايات الزبادي زي ما انتم شايفين كده، طبعا الغطيان زي ما قلت لكم مش بنغطي كوبايات غير لما نيجي نشيلها في التلاجة عشان بس ما تلقطش ريحه. هنبدا بقى نصبها كده في الكوبايات. واهم حاجه يا جماعه اللبن بتاعنا يكون كويس، يكون لبن دسم زي ما قلت لكم عشان الزبادي يطلع معانا جميل.
ونرصه كده في المكنه. طبعا يا جماعه انا مش بعمل اعلان عن الماركه، انا بس ماركه جربتها وعجبتني فقلت اعرفكم بيها. في ناس كتير بتستثقل تعمل الزبادي اللي هو بالطريقه التقليديه، اللي هو بنسخن ميه في صينيه وكده وبنرص فيها كوبايات وكده. انا عن نفسي كنت بستثقل يعني ان انا اعمل بكسل، فطبعا جربت دي ولقيتها معايا سهله، فقلت افرجكم عليها لو حد حابب يعني يشتريها او يجرب او كده، قلت افيدكم يعني. وبعد ما صبينا اللبن في الكوبايات، طبعا زي ما انتم شايفين كده، على فكرة الكوبايات حجمها مش صغير، هي حجمها معقول. طبعا مهما كان احسن من اللي بنشتريها جاهزة بيبقى فيها معلقتين وخلاص مش بيقضوا. طبعا هنحط الفيشة بقى في الكهرباء. هي طبعا زي ما قلت لكم ما فيهاش زراير، هي فيها بس لمبة هنا بتعرفنا ان هي خلاص كده اشتغلت. وطبعا زي ما قلت لكم الزبادي بتقعد فيها حوالي 8 ساعات زي ما انتوا شفتوا كده. احنا حطينا الفيشه اهي نورت، هنبدأ بقى نغطيها ونسيبها بقى لمدة 8 ساعات، وارجع بقى اوريها لكم بعد ما نخرجها هتبقى شكلها عامل ازاي، هنشوفها مع بعضينا. وتعالوا يا جماعه نشوف الزبادي. انا لقيتها جمدت بعد حوالي 5 ساعات، يعني ما اخدتش 8 ساعات تقريبا، ممكن يكون عشان نوع اللبن كويس. تعالوا نشوفها مع بعضينا. اهي يا جماعه بصوا، دلوقتي هنحطها بقى في التلاجة لمدة ساعة، نفصل بقى عنها الكهرباء ونرجع بقى اوريها لكم بعد ما خرجناها من التلاجة تبقى جامدة وجميلة ازاي. تعالوا يا جماعة بقى نشوف الزبادي بعد ما خرجناها من التلاجة. زي ما انتم شايفين كده اهي بصوا، وادي التانية اهي. اهي مفيش ولا واحدة فيها مية، بصوا ماسكة نفسها ازاي. ان شاء الله لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم. انا طبعا زي ما قلت لكم انا مش بعمل اعلان للماكينة دي، انا طبعا جربتها وعجبتني فحبيت اشارككم واوريها لكم. لو حابين تجيبوها توكلوا على الله ان شاء الله هتعجبكم. طبعا مش هتكسلوا بعد كده ان انتوا تعملوا زبادي وهتطلع معاكم ناجحه وهتطلع معاكم جميله. وطبعا الزبادي دي مفيش غنى عنها في السحور في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.